التاريخ. اسمعني ايش نقول لك، عاد ما تكتب لا في الصفحات وتدون في الكلمات وتصفح في الاوراق والورقات. الان اكتب لي يا كاتب التاريخ، اكتب على مسؤوليتي رونالدو هو التاريخ. عندما يحضر الدون فلا اسم آخر يأتي ذكره إلا كريستيانو، وعندما يتألق لا يمكن لأن يسمح للأضواء أن تذهب إلى أي لاعب آخر وأن تسلط على غيره. كبرياء بالنسبة لهذا اللاعب الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية، الرجل الذي يثبت فعليا موسما بعد الآخر بأنه لا مجال للنهاية، والعمر ليس إلا مجرد رقم. الآن فقط لا تنتقدوا جيجي لأنه عارف كورة وفاهم من أمامه من الخصوم. إيطاليا انتقدت، قالوا بعد خبرات السنين وبعد 40 سنة كورة كيف تقول لا أنام ولا أستطيع النوم وأرق خوفا من كريستيانو. هذا مهاجم لا يخلق في كل جيل، هذا لاعب لا يصنع في كل فريق، هذا نجم ستفتشون عنه سنوات وسنوات، أجيال وأجيال، من أجل أن تستفيدوا يا المدريدية بهداف بومبر مثل كريستيانو رونالدو، هداف التاريخ، سفاح التاريخ. كريستيانو رونالدو عالمية، كريستيانو أكبر مجرم في تاريخ كرة القدم. مش ممكن، ليس بهذه الشاكلة يغادر بوفون رفقا وعطفا ورحمة يا دون. الآن أفهم والآن أجد تبرير لما قاله بوفون، قال لا أستطيع النوم بآخر الأيام خوفا من كريستيانو رونالدو. قلت لي رونالدو انتهى، ما حكيتوا لي رونالدو يروح. يا فانيلا رقم 7. سيحدث الآباء أولادهم عن سفاح اسمه رونالدو. رونالدو بالراس يفتح بوابة التسجيل في ديربي. كثيرا ما عرف تألق كريستيانو، كثيرا ما شاهد تألق البرتغالي. الشبكة وجعت يا أخي، الشبكة وجعت، الشبكة قالت أي يا رونالدو، وين ماشي يا البرتغالي، وين ماشي؟ وقت اللي قالوا هذا طريق الخروج، هذا باب المغادرة، خلاص كفيت ووفيت، انتهيت يا دون. البرتغالي رد لا لم انتهي، أنا ما زلت، سترون الأيام. وبلاك مشى يمين حتى اليسار، ما دفعش البرتغالي، ما يرحمش البرتغالي في 31 عام وما زالت تضرب يا رونالدو. اضرب صح عليك، هاتريك يا كاتب التاريخ. الآن اكتب لي يا كاتب التاريخ.